يوم جميل عليكم، أو بالمصري القديم هيرو نفر عليكم. حكايتنا النهاردة عن إيزادورا، أو شهيدة الحب زي ما أطلق عليها المفكر الكبير طه حسين. وإيزادورا كانت آية في الجمال، كل اللي شافها اتسحر بجمالها. كانت من عيلة يونانية غنية ومرموقة، وأبوها كان حاكم مدينة أنطوبوليس اللي هي دلوقتي الشيخ عبادة في المنيا. وفي يوم راحت إيزادورا احتفال ديني كبير للمعبود تحوت، وبين وشوش الناس وقعت عينها على شاب مصري واقف في صفوف الحراسة اسمه حابي. نظرة واحدة كانت كفاية تخلي قلبها يدق وتختبر الحب لأول مرة في حياتها. ومن وقتها بقت هي وحابي يتقابلوا كل ليلة عند البحيرة، وكبر بينهم حب نضيف جميل ونقي فيه شوق وسرية. لكن كل ده اتغير لما أبو إيزادورا اكتشف كل حاجة، فأمر الحرس يراقبوها ويبعدوا حابي عنها. ما كانش قابل إن بنته بمستواها الاجتماعي تحب واحد من عامة الشعب. وساعتها إيزادورا قلبها اتكسر، وعرفت إنه خلاص مستحيل الحب ده يكمل. وفي يوم خرجت وهي في قمة اليأس، تايهة حزينة غضبانة. ناس قالت إنها راحت تقابل حابي على الضفة التانية من النيل، لكن الموج غدر بيها وغرقت. وناس تانية قالت إنها قررت تودع الدنيا من غير ما تودع حد، وترمي نفسها في حضن النيل. ولما أبوها عرف اتصدم وندم ندم كبير جدا، وقرر يبني لبنته مقبرة عظيمة عشان تخلد ذكراها، وكتب عليه رثاء عظيم لكن يوجع، عبر فيه عن مدى ندمه وحزنه على فراق بنته الغالية. أما حابي العاشق المسكين فكان بيزور إيزادورا كل ليلة، يتكلم معاها ويحكي لها لكنها لسه عايشة، يولع الشموع لروحها عشان ما تحسش بالوحدة، عشان يونسها وقلبه كمان يتونس بيها. وفضل عايش على ذكراها لحد آخر يوم في عمره. طب هل الحكاية اللي انتوا سمعتوها دي مكتوبة في حاجة أو موثقة؟ الإجابة لأ. طب هي وصلت لينا إزاي؟ عندنا مقبرة إيزادورا، وهي موجودة لحد النهاردة بمنطقة تونا الجبل في المنيا، ودي اكتشفها عالم الآثار المصري سامي جبرة في الثلاثينات. وتاريخ المقبرة بيرجع لبداية القرن الثاني الميلادي، وبنشوف جواها تابوت حاضن موميا إيزادورا، وكأنها لسه عايشة بينا لحد النهاردة. وعلى الجدران مكتوب نصين، واحد منهم رثاء عظيم كتبه أبو إيزادورا، لكن النقوش دي ما ذكرتش بشكل صريح قصة حب إيزادورا، ولا في ذكر الاسم حابي. عشان كده حكايتهم وصلت لنا من الناس جيل بعد جيل، اللي فضلوا ينسجوا بخيالهم حكاية إيزادورا، البنت اللي جسدت ضحية الحب المستحيل. وحبيبها حابي اتحول لرمز النيل، النيل اللي شال إيزادورا في حضنه عشان تفضل معاه على طول. بعض الباحثين شافوا إن قصة إيزادورا هي أقدم قصة حب في التاريخ، ولكن باحثين تانيين شافوا إن في تأثيرات واضحة على القصة من الأساطير القديمة، زي الأسطورة الإغريقية هيرو وليندر. ودي قصة حب بين هيرو خادمة جميلة للإله إفروديت، وليندر ده شاب من البشر. ولأن البحر كان حاجز بينهم، كان ليندر بيعوم كل ليلة في مضيق خطر جدا عشان يوصل لحبيبته. لكن في يوم غرق، ولما حبيبته هيرو لقت جثته على الشط رمت نفسها في البحر عشان تكون معاه. وكمان في الأسطورة البابلية بيراموس، ودي بتحكي عن اتنين حبوا بعض رغم عداوة العيلتين، فاتفقوا يهربوا سوا، ولكن بسبب سوء فهم في الأحداث كل واحد بيفتكر إن التاني مات، فبينتحروا ورا بعض. ولو رجعنا تاني لحكاية إيزادورا هنلاقيها انطبعت بصميم روح المعتقدات المصرية القديمة، وده بنلاحظه في غرقها بالنيل.
اللي بيمثل المعبود حابي اللي هو نفسه اسم حبيبها. وكمان فكرة الغرق في حد ذاتها ليها مدلول في الديانة المصرية ومرتبط بالخلود والبعث، وده موجود في أسطورة أوزوريس لما غرق في النيل بعد خيانة أخوه ست، وبعدها مراته إيزيس لفت أقاليم مصر وقدرت تنتشل أشلاء جسده، فبيرجع تاني إلى الحياة في صورة إله بيحكم العالم الآخر. ولكن الفرق المهم بين إيزادورا وشخصيات الأساطير القديمة إن إيزادورا هي شخصية حقيقية مثبتة تاريخيا، ولكن اتبنى عليها حكاية خيالية، والحكاية دي سابت أثر كبير في الأدب العالمي من بعدها. وأول مثال لده هنلاقيه في أشهر قصة حب مأساوية في التاريخ، روميو وجولييت. ولو عملنا مقارنة سريعة هنلاقي تشابهات واضحة في القصتين، بالذات بين إيزادورا وجولييت. يعني البطلة نفس السن تقريبا، من عيلة غنية ومرموقة، جميلة جدا، شخصية متمردة والعاطفة بتحركها. وكمان البطلة في القصتين قابلت حبيبها صدفة في مناسبة كبيرة، ومن أول لحظة وقعت في غرام بشكل يصور لنا جنون الحب، وده خلاها تتحدى رغبة عيلتها وتقابل حبيبها في السر رغم خطورة العواقب. ولما فقدت الأمل إن حبها يعيش اختارت الموت. ولو بصينا على الأدب العربي القديم هنلاقي قصص كتير واخدة نفس الفكرة، زي عنترة وعبلة، قيس وليلى، جميل وبوسينة. هنلاقي اتنين عشقوا بعض لدرجة الجنون لكن حبهم مكملش بسبب العرف والتقاليد أو الفوارق الاجتماعية أو رفض من عيلة الحبيبة. وبخصوص القصص دي الباحثين اختلفوا، في رأي شايفها حكايات حقيقية، ورأي شايفها خيال أدبي، ورأي تالت في النص بيقول إن الشخصيات دي موجودة فعلا تاريخيا لكن اتبنى حواليها قصص خيالية، زي عندنا كده في حكاية إيزادورا. وبالنسبة للأدب الأوروبي هنلاقي أكتر من رواية كلاسيكية لعبت على فكرة الحب المستحيل، زي أن كارنينا لتولستوي، غادة الكاميليا لألكسندر دوماس الابن، مدام بوفاري لفلوبير. ولو رحنا السينما بقى فحدث ولا حرج، هنلاقي أفلام كتير جدا خدت نفس التيمة، زي لاف ستوري، نوت بوك، وطبعا تايتانيك. وهنا البطلة برضه هنلاقيها كانت من عيلة غنية لكن قلبها اختار واحد من طبقة اجتماعية أقل. وهنشوف برضه إن مصير البطل في النهاية كان الغرق زي ما حصل لإيزادورا. وما ينفعش نختم الحلقة من غير ما نتكلم عن تأثير الحكاية على المفكر والأديب الكبير طه حسين، اللي كان مفتون بحكاية إيزادورا وثابت في فكره ووجدانه أثر عميق جدا، وده انعكس في أعمال له زي دعاء الكروان والحب الضائع. غير إنه بنى استراحة مخصوص في المنيا جنب مقبرة إيزادورا، ويقال إن هو كان بيروح يولع شموع زي حبيبها المخلص حابي ما كان بيعمل. وبكده رحلتنا النهاردة تكون خلصت، لكن لسه مكملين رحلتنا الكبيرة مع سحر حكايات مصر القديمة وبرنامج قيمة أصل الحكايات.